هيا يا حلوين، كيفكن؟ يلا نبلش نحضر فطورنا لليوم. أول خطوة رح نتبل الدجاج وننقعه. لتتبيلة الدجاج بحتاج خل أبيض وزيت زيتون وعصير ليمون. البهارات الخشنة اللي بحتاجها: ورق غار، هيل حب، قرنفل وقرفة وحبة لومي. أما البهارات الناعمة يلي ضفتها: بهارات مشكلة، هيل ناعم، بهارات دجاج، كركم وبابريكا وفلفل أسود وملح. وضفت دبس البندورة وضفت كمية الدجاج اللي أنا بحتاجها ونقعتهم بالخلطة اللي عملتها لمدة ساعتين. إذا بتحبوا الدجاج يكون عليه جلد عادي بيصير، أنا بفضل يكون بلا جلد عشان هيك طبخي بيكون بلا جلد. هسا بعمل خرم بالدجاج عشان يمتص التتبيلة ويعزز النكهة بالدجاج. هسا بغطي على الدجاج وبتركه منقوع لمدة ساعتين لحتى يتشرب التتبيلة، وبعدين ببلش أشتغل فيه. الرز بحتاج كيلو رز حبة طويلة، بغسله منيح وبنقعه لمدة نصف ساعة. هون عندي حبة بصل كبيرة وكم سن ثوم، رح أفرمهم فرم ناعم وأضيفهم بقلب الطنجرة وأدبلهم. بعد ما خلصت فرم البصل فرم ناعم، رح أحط بقلب الطنجرة سمنة وزيت نباتي وأضيف البصل والثوم بقلب الطنجرة وأقلبهم لحتى يتدبل شوي البصل والثوم عندي. هسا بعد ما تدبلت البصلة والثومة عندي، رح أنزل عليهم الرز وأقلبهم تقليبة خفيفة وأضيف عليهم البهارات اللي ضفتها نفس بهارات اللي ضفتها على تتبيلة الدجاج، اللي هم هيل حب، قرفة، قرنفل، لومي، ورق غار وهيل ناعم وبهارات مشكلة، بهارات دجاج وكركم وبابريكا وفلفل وملح. وضفت بودرة دجاج ظرف واحد. بعدين رح أعمل لهم تقليبة خفيفة كمان عشان البهارات، ورح أضيف عليهم زبدية ونص مي. بعد ما أضيف المي رح أغطي الطنجرة وأتركها تستوي نص استواء وبعدين بنكمل. شايفين كيف بدي الرز بس نص استواء مو أكثر؟ هسا وقت إنه نطبق الطبخة ونحطها على النار تستوي على الأخير. جبت ورق قصدير رح أحطه بقلب الطنجرة، وفوق ورق القصدير رح أحط ورق الزبدة، وبعدين أصفط الدجاج وأنزل المرقة يلي مع الدجاج، وبعدين أضيف فوقهم الرز اللي صاير نص استواء وأرجع أغلفهم بورق الزبدة وورق القصدير. شايفين هاي التتبيلة اللي نقعت فيها الدجاج؟ كمان بضيفها ما بكبها. هسا رجعت ضفت الرز اللي سويته بس نص استوى وبرجع بغلفه بورق الزبدة وورق القصدير. هسا بغطي الطنجرة وبحطها على الغاز وبنوص للنار على الأخير، بهدي تحت الرز يعني، وبتركه يستوي من ساعة ونص لساعتين تقريبا بيكون استوى، وهو بده نار تكون ضعيفة ما بده نار قوية. هسا عم نحضر السمبوسك والسلطات. اليوم عملت السمبوسك بجبنة الشيدر المطبوخة وضفت عليها جبنة موزاريلا، خلطتهم مع بعض وسويت السمبوسك. هسا لسلطة الخضار بحتاج خيار وخس وبندورة كزبرة وبقدونس، بفرمهم فرم خشن. اليوم رح أفرم السلطة وبضيف عليهم بعدين التتبيلة. هسا للتتبيلة بحتاج ملح وزيت زيتون وعصير ليمون ونعناع يابس، واخلط السلطة وبتكون جاهزة.
وبدي أعمل جنب الرز خلطة الدقوس اللي هي عبارة عن بقدونس، كزبرة، بصل أخضر، زربندورة، حبة ثوم، عصير ليمون، ملح، دبس فليفلة وفلفل أسود وزيت زيتون، وبخلطهم خلط ناعم وبتكون جاهزة. ونسيت كمان حبة فليفلة خضرة. أما هسا بدي أعمل سلطة الفجل سهلة وسريعة. عندي حبة فجل رح أبرشها، بعدها رح أضيف عليها فلفل أسود وملح وعصير ليمون وزيت زيتون وبخلطها بتكون خالصة وطعمتها بتشهي. وهون بعد ما استوت الطبخة رح أشيل عنها ورق القصدير وورق الزبدة وأزينها، وبتكون عندي الطبخة جاهزة وطعمها طلع بجنن. بنصحكم تجربوها. هيك بتكون خلصت طبختنا لليوم. بتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوني من اللايك والاشتراك. باي.